السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنقفل مع بعضينا طقم الخداديه، التل بتاع العروسه، طقم العروسه اللي احنا قصيناه وقفلناه مع بعضينا. ودي بقى الخداديه هتبقى قنبله. اللي ما اشتركش في القناه واول مره يشوف قناتي ما ينساش يحط لنا احلى لايك واحلى اشتراك عشان الفايده تعم على الكل والكل يستفيد. وحبايبنا اللي اول مره يخشوا عندي وعايزين يتعلموا يتابعوني، لان انا هنزل ان شاء الله الايام اللي جايه شويه اطقم هتعجبكم قوي قوي قوي. تعالوا بقى ايه، انا قصب التل اللي اتبقى معانا من الطقم بتاعنا نص متر، قصيته 50 سنتي. النص متر قسيته 50 سنتي، وال50 سنتي قصيتهم على 25 طول كده، عشان الخدادية هنحطها بالعرض مش بالطول. هنحط بقى التل تحت المكنة كده وهنكشكشه مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هكشكشه بقى كده يا حبايبي، انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، هكشكشه وهوريه لكم. خلصنا يا حبايبي كشكشه التل، جبنا الجبيره بتاعتنا اهي، هثبتها هنا دلوقتي على الحرف دوت من ناحيه ال70 سنتي اهي. هثبتها تحت المكنه. ثبتنا يا حبايبي اهو. هنرفع الجبيره بتاعتنا كده اهي، وهنثبت التل بتاعنا اهو. بصوا، عشان يبقى هنا في زي قراطين بس، صباعين بس اهي، صباعين بس كده، عشان خاطر الخياطه لما نيجي نخيط ما يخيطش على التل، لان انا عايزه التل يبقى ايه، يبقى ساب كده، لان انا هحط له كبيره. انا هعمل كده اهو وهثبت عليه اهي. بصوا شايفين؟ تظبطي بس القماش وتيجي تحت الابره كده وتثبتي، ثبتها للاخر بقى يا حبايبي. التل مع تحت الجبيره. خلصنا يا حبايبي تركيب الجبيره والتل. بصوا الطقم عامل ازاي، بصوا الخداديه. هنيجي بقى عند الحرف بتاع التل ده، هنطعمه بقى كده عشان الخداديه بتاعتنا تظهر. هحط لها اي جبيره عندي الجميله كده، صغيره كده وسيمبل، نفس اللي حطها على الطقم. هنجيبها كده وهنحطها على حرف التل كده اهو. بصوا بصوا. اخلصها بقى يا حبايبي للاخر كده، عشان مش عايزه الفيديو يبقى ممل وتتفرجوا عليه للاخر. ركبنا بقى يا حبايبي اهي الجبيره، شايفين التل بقى شكله حلو ازاي والطعم. هنحط بقى يا حبايبي كده القلاب بتاعنا. بصوا الحته اللي هي بتاعت الكورنيش عادي انت هتخليها تحت القلاب. بصوا جايبه لكم دي عشان تشوفوها اهي. بصوا اهي، هتفرديها كده اهي وتحطي القلاب. نحط القلاب بقى بتاعنا كده. هركبه بقى وارجع لكم. هنتني القلاب كده مع بعضينا اهو، هنتني من الحرف كده اهو. تظبطي بس القماش بتاعك كده عشان الفينش يبقى مظبوط. ركبنا القلاب بقى، نركنه كده على جنب، وهنجيب ظهر الخداديه هنتنيها من الحرف قبل ما نركبها اهو. هنجيب القلاب بتاعنا اهو، الخياطه الظهر ليا، الوش على الوش.
هنحطه كده ونظبطه، ونظبط التل بتاعنا كده نفرده عشان خاطر ما يجيش اهو، عشان انا ايه حاطه الحرف بتاعه تحت القلاب اهو. بصوا نجيبه كده ونظبطه، هنسيب زي ايه زي عقلة صباع كده هنا، وهنيجي من على الحرف ده كده اهو نسيبه، وننزل القلاب شايفين، وهنيجي تحت سن الابره كده اهو، تظبطي القماش تخليكي ايه ماشيه كده ايه على طول اهو، شايفين كده كده انتي ظابطه من ناحيه، هتظبطي بقى ايه من الناحيه التانيه اهو. هقفلها الاربع جناب كده تمام. خداديتنا خلصت. ولو عجبكم يا حبايبي الفيديو واشتركتوا معانا ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان خاطر المبتدئين. هخلص الخداديه وهوريها لكم وهي مفروشه على السرير بعد ما اعملها اوفر. طبعا انا هعملها اوفر من جوه. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ بقى ان شاء الله احنا خلصنا الخداديه بتاعتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله، فرشت لكم الطقم اهو. بصوا جميل في منتهى الشياكه، شايفين الحلويات اهو، فرشته لكم على السرير. ودي الخداديه التانية اهي مش مفروشه، فردها لكم عشان تشوفوها. ودي اهي لبستها للخداديه بتاعتنا. بصوا الشياكه والجمال، بصوا الله العظيم في منتهى الشياكه اهو. بصوا اهو، شايفين الطقم، شايفين الطقم. بصوا جاي لغايه تحت ازاي، لان انا عاملاه مقاس كبير اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا بلف لكم كده عشان اوريه لكم، شايفينه اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله. انا مش حاطه المخده التانية اهي. ودي انا وعدتكم ان انا افرشها لكم على السرير الخداديه بالايه بالطقم كامل. لو عجبكم يا حبايبي الفيديو ما تنسوناش في الشير وفي اللايك وفي السبسكرايب. سلام عليكم.